بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبنا في اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد مجدي، مدرس فلسفة وعلم نفس. ان شاء الله هنبدا النهارده مع بعض مراجعة شهر ابريل عشان تدخل الامتحان وانت مطمن. يلا كوباية الشاي بتاعتك الجميلة ونبدا مع بعض. اول درس عندك اللي هو درس الاخلاق الطبية، درس اسمه الاخلاق الطبية، وعندك كمان اخلاق المهنة، صفحة واحدة بس في اخلاق المهنة. اول حاجة تعريف الاخلاق التطبيقية. يعني ايه اصلا كلمة اخلاق تطبيقية؟ كلمة اخلاق تطبيقية معناها اخلاق واقعية. يبقى اول حاجة كده كلمة تطبيقية معناها واقعية، يعني حاجة موجودة قدامي، حاجة انا شايفها قدامي. فانت بتكلمني عن ايه؟ بكلمك ان احنا عايزين نخلي الاخلاق تطبيقية، يعني عايزين الناس كلها تتعامل باخلاق مع بعض، عايزين الناس كلها تحب بعض، عايزين الناس كلها تساعد بعض. فدي اسمها اخلاق تطبيقية. ولو عندك مشكلة نعرف نحلها. انت عندك مشكلة اسمها مشكلة البطالة، دي مشكلة واقعية موجودة قدامك. عندك مشكلة اسمها مشكلة الإدمان، عشان كده قال لك بتهتم بدراسة المشكلات وإيجاد حلول لها، وعايزة كمان تعرف حلها، توصل لحلها. طب يعني ايه كلمة أخلاق بيوطبية؟ يعني ايه أصلا كلمة البيوتيقا؟ قال لي ده فرع من فروع الفلسفة التطبيقية، وكلمة تطبيقية اللي احنا عايزين نطبقها في الواقع. فلسفة تطبيقية يعني فلسفة واقعية بتتكلم عن حاجة موجودة قدامي. واكتشف هذا المصطلح لأول مرة العالم فان بوتر لما عمل كتاب سماه البيوتيقا علم البقاء. كلمك بقى في جزئية مهمة جدا اللي هي اسمها مجالات الأخلاق البيوطبية. كم مجال عندي الأخلاق البيوطبية؟ عندي 3 مجالات. المجال الأول اسمها أخلاق العيادة، رقم 1 اسمها أخلاق العيادة، رقم 2 اسمها البحث العلمي، أخلاقيات البحث العلمي، رقم 3 اسمها السياسة الصحية. كلمة أخلاق العيادة معناها أخلاق الطبيب. أخلاق الطبيب زي مثلا إن هو يتعامل باحترام مع المريض، إن هو يحافظ على أسرار المريض، إن هو يراعي ربنا في شغله. عشان كده بيقول يجب على الطبيب احترام المريض الذي يضع ثقته في المؤسسة العلاجية. طب مين اللي حددها؟ واحد اسمه ديفيد روس. ديفيد روس عمل كتاب سماه أخلاق العيادة. اتكلم فيه عن إيه بقى؟ إن الدكتور لازم يتعامل كويس مع المريض. عشان كده قال لك هذه الأخلاقيات ترتبط بكل ما يواجه الأطباء من قرارات، إن هو ياخد القرار، أو مشكلات. أي مشكلة بتحصل هو المسؤول عنها، سواء كان أمام سرير المريض أو في غرفة العمليات أو في العيادة أو في المنزل. أخلاق العيادة لها 3 أطراف: 1 الطبيب، 2 المريض، 3 المجتمع. طيب نتكلم عن أخلاق البحث العلمي. كلمة البحث العلمي معناها ان انا اعمل تجارب على المريض. انا اجيب واحد مريض واعمل عليه تجربة، اجرب عليه مثلا دواء جديد او برشام جديد. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ ده ممكن يموت، ده ممكن يحصل له حاجة، ده ممكن يحصل له كارثة. مستر اهم حاجة بالنسبة لي ان انت ما تأذيش المريض، ان انت ما تضرش المريض. عشان كده قال لك اخلاق العيادة هي مراعاة القواعد الاخلاقية عند اجراء التجارب على البشر. لما تيجي تعمل تجربة على إنسان اوعى تأذي المريض، اوعى تضره. ما ينفعش مثلا أقول له خد العلاج ده ولما ياخد العلاج مثلا يموت، يحصل له كارثة. لا، دي كده مشكلة. أنت لازم وأنت بتعمل تجربة تحافظ على المريض، ما ينفعش تأذيه وما ينفعش تضره. طب رقم 3 أخلاقيات السياسة الصحية. إيه بقى هي السياسة الصحية؟ كلمة سياسة صحية معناها الدولة. بكلمك هنا عن الدولة، بكلمك هنا عن الحكومة. الحكومة اسمها سياسة صحية، ان انا بتكلم عن الدولة او بتكلم عن الحكومة. ايه الكلام ده؟ بص كده شرح بتاعت السياسة الصحية: مجموعة من القوانين التي تضعها السلطات الطبية المختصة. في سلطات طبية، يعني في حكومة مثلا او في وزارة الصحة هي اللي بتحطها، توجهها لمجموع المواطنين في اي دولة دون تمييز. زي مثلا التأمين الصحي، الدولة او الحكومة عامله تامين صحي لكل الناس ان هم يتعالجوا بالمجان. يبقى معنى كده دي اسمها سياسه صحيه. زي مثلا في حمله اسمها 100 مليون صحه، حمله 100 مليون صحه، دي اسمها سياسه صحيه. وليها 3 مستويات: منها الصحه العموميه ان احنا نحافظ على صحه كل الناس، منها منظومه العلاج ان احنا نوفر العلاج لكل الناس، وطبعا توزيع الموارد الصحيه، يعني يبقى في اجهزه في المستشفيات. يبقى نقول تاني مع بعض كده: أخلاق العيادة هيكلمك في السؤال عن أخلاق الطبيب.
لما يكلمك عن اخلاق الطبيب اختار اخلاق العياده. يعني يقول لك مثلا لازم يحترم المريض، لازم الطبيب يحترم المريض، لازم يراعي ربنا في شغله، لازم يكون عنده امانه في شغله، يبقى اسمها اخلاق العياده. طب اخلاق البحث العلمي ان انا بعمل تجارب على البشر، ان انا اجيب مثلا مريض واخليه يجرب دواء معين او علاج معين، يبقى انا كده بعمل عليه تجربه. اخلاق السياسه الصحيه بكلمك في السؤال عن الدوله او الحكومه، لازم الدوله تحط قوانين وتوجهها لكل الناس بدون تمييز، مفيش فرق بين اي انسان وانسان تاني، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، مفيش فرق بين غني وفقير. زي بالظبط حمله 100 مليون صحه، احنا هنا بنتكلم على كل الناس، ان احنا بنعالج كل الناس. المشكلات اللي بتحصل في مجال الطب، عندك كم مشكله؟ عندي 4 مشكلات. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في مجال الطب؟ رقم 1 اسمها قضيه زرع الاعضاء، بس بالنسبه للشخص الحي. زرع الاعضاء دي مشكله اذا كان المتبرع حي. وفي برضو عندي مشكله تانية اسمها زرع الاعضاء بس في حاله المتبرع الميت. تعال ناخد الاثنين دول الاول. زرع اعضاء في حاله متبرع حي، وزرع اعضاء في حاله متبرع ميت. عندي مشكله اسمها مشكله زرع الاعضاء، ودي في حاله المتبرع الحي. ومشكله تانية اسمها زرع الاعضاء في حاله المتبرع الميت. يعني ايه الكلام ده؟ لو الشخص حي، يعني لو واخد مثلا عضو من شخص حي، تؤدي الى مشكله التجاره بالاعضاء. انا عندي مثلا الكليه فيها مشكله، فجي واحد قال لي انا هتبرع لك بالكليه بتاعتي، بس انت هتدفع كام؟ فاصبح الموضوع بيع وشراء. ساعات كمان بيخطفوا العيال الصغيره عشان ياخدوا منهم الكليه او ياخدوا منهم الكبد ويكسبوا فلوس كتير قوي. عشان كده قال لك ان المشكله هنا هي مشكله التجاره بالاعضاء. دي مشكله التجاره بالاعضاء، مشكله تعريض الانسان للاستغلال. انا كده بستغل الانسان، عايز اخد منه الكليه او الكبد او البنكرياس او الحاجات دي كلها عشان في الاخر ابيعها واكسب فلوس كتير. طيب المشكله الثانيه اسمها زرع الاعضاء بس في حاله متبرع ميت. يعني الشخص ده دخل في غيبوبه ومش هيفوق منها تاني، مش راجع منها تاني خلاص. هو بيسموه ميت اكلينيكيا، في الطب بيسموه ميت اكلينيكيا. طب بيحصل ايه؟ قال لك انتزاع الاعضاء الصالحه للزرع من الاموات. يعني بناخد عضو من ميت، من شخص ميت، باخد منه الكليه، باخد منه الكبد، باخد منه القرنيه من شخص ميت. ده دخل في غيبوبه ومش هيفوق منها خالص، فاحنا ممكن ناخد منه عضو من اعضائه عشان ننقذ حياه شخص تاني. وهذا يؤدي الى تحديد معايير للموت، اللي هي قضيه ايه بقى؟ اللي هي قضيه اسمها موت الدماغ. موت الدماغ يعني ايه موت الدماغ؟ ان الشخص ده ميت اكلينيكيا ومش هيفوق من الغيبوبه بتاعته. نعمل ايه؟ ممكن ناخد منه عضو عشان ننقذ بيه حياه شخص تاني. عندي مشكله اسمها مشكله الموت الرحيم. يعني ايه كلمه موت رحيم؟ الموت الرحيم معناها ان شخص عنده مرض خطير جدا، عنده مرض صعب زي مثلا السرطان او الايدز او اي مرض خطير. بيعمل ايه؟ بيروح للدكتور يقول له يا دكتور انا بتعذب، انا مش قادر ان انا اعيش، ارجوك ارحمني. فهو الدكتور بيديله حقنه، في ظرف بالظبط 5 دقايق بيكون خلاص مات. يبقى معنى كده اسمه الموت الرحيم. يا مستر بس ده انتحار. ما هو فعلا انتحار، هو تدخل طبي لانهاء حياه شخص مصاب بمرض خطير او دخل في غيبوبه دائمه، وبرضه مش هيرجع تاني، فممكن ان احنا نفصل الاجهزه منه. الحاجه الرابعه اسمها قيمه الحياه. دي مشكله برضو اسمها قيمه الحياه. ايه هي قيمه الحياه؟ ان انا احافظ على حياه كل الناس بغض النظر عن الدين او الجنس او اي حاجه. ده غني ده فقير، لازم احافظ على حياه كل الناس. ده مسلم ده مسيحي، لازم احافظ على حياه كل الناس. ما ينفعش اقول عشان ده غني فيعيش وده فقير ملوش اي لازمه، لا، لازم تحافظ على حياه كل الناس. دي قيمه الحياه. هل نقدر الحياه النوعيه فقط ام ان الحياه بجميع اشكالها تطلب منا التقدير والاحترام؟ مثال ان انت لما تجيب مثلا جنين مشوه وتعمل عليه تجربه، طب ده ما فيهوش تقدير خالص لحياته، انت كده ما فيهوش تقدير لحياته. لا، انت لازم تحافظ على حياته، مش تعمل عليه تجارب وتاذيه. كده خلصنا الجزئيه بتاعت مشكلات الطبيه. هندخل على جزئيه جديده اسمها معايير الاخلاق الطبيه الحديثه. وكلمه معايير معناها قواعد، يعني في قواعد لازم امشي عليها. مين اللي يمشي عليها؟ الدكتور. لازم الدكتور رقم 1 المنفعه. وكلمه المنفعه معناها مساعده المريض. لازم يساعد المريض، الدكتور يساعد المريض. رقم 1 مساعدة المريض، أو ممكن أقول علاج المريض. فكلمة المنفعة معناها إيه؟ كلمة المنفعة معناها مساعدة المريض، إنها لازم أساعد المريض، لازم أعالج المريض. ما بقاش بس لمصلحتي أنا بس، لا، أبص لمصلحة المريض. مش يجي لي واحد مثلا تعبان أقول له أنت لازم تعمل عملية ومحتاجين مثلا 20,000 جنيه في العملية دي، هو أصلا مش محتاج يعملها بس عشان أكسب من وراه فلوس. لا، غلط.
انت كدكتور لازم تحافظ على صحة المريض، لازم تساعد المريض بأي طريقة. يجب أن تكون الرعاية الصحية ذات منفعة للمريض. رقم 2، إزالة الضرر عن المريض لتحقيق مصلحة المجتمع ككل. عدم الحاق الأذى معناه أن أنا ما ينفعش أذي المريض سواء عمدا أو نتيجة للإهمال. هو أنا ممكن أذيه متعمد، إن أنت مثلا تدخل تعمل عملية للمريض وتسرق منه الكلية بتاعته، فأنت كده أذيته بس متعمد، أذيته قاصد. طب وممكن تأذيه كمان نتيجة للإيه؟ للإهمال. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مثلا دلوقتي دكتور مهمل في شغلي، ممكن أكتب له دواء غلط، أكتب له حقنة غلط، فمعنى كده إن أنت أذيته، بس أذيته نتيجة للإهمال، إن أنت مهمل. فالمعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع، أي مجتمع في قانون، القانون ده بيقول لك ما ينفعش تأذي غيرك، ما ينفعش أروح أضرب حد أو أشتم حد أو أتخانق مع حد. يبقى معنى كده إن أنت في قانون في المجتمع بيقول لك عدم إلحاق الأذى بالبشر، ما ينفعش إن أنت تأذي أي حد. طب رقم 3، يجب على مقدمي الرعاية الصحية حماية مرضاهم، إن أنت لازم كدكتور تحمي المريض، وطبعا تبعد أي أذى عنه أو أي ضرر. أنت شايف إن الحاجة دي ممكن تأذيه، بلاش خالص منها. الاستقلالية الفردية، وكلمة استقلالية حق الفرد في التحكم في الرعاية الصحية بدون أي تأثير خارجي. خد القرار، أنت صاحب القرار، المريض هو صاحب القرار. ما ينفعش إن أنا مثلا دلوقتي أجي أقول للمريض تعالى غصب عنك اعمل عملية، لا، أنت لازم تخيره، عايز تعمل عملية ولا تمشي على الأدوية. يبقى أنت براحتك وأنت صاحب القرار. دي اسمها استقلالية فردية. طيب آخر حاجة اسمها المساواة والعدل. المساواة والعدل معناها يجب معاملة جميع الأفراد بالمساواة والعدل بغض النظر عن الدين أو الجنس. تعامل مع كل الناس زي بعض، ما تقولش ده غني فتعامل معاه كويس وده فقير ملوش أي لازمة، لا، لازم تتعامل مع كل الناس زي بعض بغض النظر عن الدين أو الجنس. كده خلصنا الجزئية بتاعت المعايير. طيب نتكلم بقى عن الموافقة المستنيرة. هكلمك عن عناصر الموافقة المستنيرة. كلمة موافقة مستنيرة معناها إن في واحد داخل يعمل عملية، فإحنا لازم نعمل معاه 5 حاجات. رقم 1 الإفصاح، رقم 2 الفهم، رقم 3 الأهلية، رقم 4 الطوعية، آخر واحدة اسمها الموافقة. تعالى كده نتكلم مع بعض عن الإفصاح. كلمة إفصاح معناها إخبار المريض بالمعلومات، إن الدكتور يتكلم مع المريض ويقول له كل المعلومات المتعلقة بالعملية. طب رقم 2 الفهم، المريض مش فاهم كويس، يقعد معاه يتكلم ويفهمه كل حاجة ببساطة، يشرح له كل المعلومات ببساطة وبسهولة عشان يعرف يفهمها. طب رقم 3 الأهلية، أتأكد إن الشخص ده شخص مؤهل. يعني إيه يا مستر شخص مؤهل؟ لازم يكون شخص عاقل وكبير في السن. ما ينفعش آخد رأي طفل صغير، ما ينفعش آخد واحد مثلا متخلف عقليا وآخد رأيه. ليه؟ لأنه هو غير مؤهل. نسأل مين بقى لو طفل صغير؟ نسأل أهله. عشان كده سموها الأهلية، هي قدرة المريض على فهم المعلومات وإدراك العواقب. الطفل الصغير ده مش عارف إيه اللي ممكن يحصل له، المريض نفسي أو المتخلف عقليا مش فاهم إيه اللي ممكن يحصل، عشان كده ليس مؤهل، هو مش مؤهل إن هو ياخد قرار. يبقى أنت لازم تسأل واحد عاقل كبير في السن. طيب الطوعية، إن أنت جاي بإرادتك، يبقى قدرة المريض على اتخاذ القرار، إن هو ياخد القرار بإرادته بدون أي ضغوط، من غير ما حد يضغط عليه، من غير ما حد يقول له لازم تعمل كذا وما تعملش كذا، لا، انا جاي اعمل عمليه بارادتي. اخر حاجه الموافقه، وكلمه الموافقه معناها امضاء كتابي. اكتب لك جنبها كده امضاء كتابي. امضاء كتابي، ان انت تمضي ان انت في الاخر ايه؟ موافق تعمل عمليه. نتكلم برضو عن حاجه تانية اللي هي الاخلاق المهنيه. انت عليك الجزء ده كله، الاخلاق المهنيه، ولكن اهم جزء طبعا في الاخلاق المهنيه كلمه اخلاق المهنه، بس عشان تبقى انت فاهمها، اللي هي اخلاق مهنه المدرس او المهندس او الدكتور او المحامي او المحاسب، دي كلها اسمها اخلاق المهنه. كل واحد لازم يكون عنده اخلاق. تعالى نتكلم كده عن اهميه مواثيق اخلاق المهنه. ليه مهمه قوي كده؟ مهمه عشان 4 حاجات. رقم 1 الصوره الذهنيه الايجابيه. رقم 2 الالتزام بالمسؤوليات القانونيه. رقم 3 تحسين الاداء. اخر واحده اسمها الاستخدام الامثل للموارد. مستر يعني كلمه صوره ايجابيه؟ كلمه صوره ايجابيه ان انا خدت عنك فكره حلوه،
فتعاملت معاك ولقيتك انسان محترم وانسان ملتزم وانسان شاطر، فخدت عنك فكره كويسه، فكره حلوه. نفس الكلام، دخلت مطعم انت واحد صاحبك، لقيت المكان شكله شيك جدا والاكل طعمه جميل، انا حبيت المكان ده قوي، تعال ناكل في المكان ده على طول، يبقى اسمها صوره ايجابيه. ان الالتزام بالمواثيق الاخلاقيه يؤدي للمحافظه على الصوره الايجابيه للمؤسسه، الناس كلها واثقه فيك. طيب ممكن يجي لك كلمه بمعنى مثلا انطباع، كلمه انطباع، او مثلا كلمه سمعه، السمعه الطيبه. الانطباع الايجابي او السمعه الطيبه دي اسمها ايه؟ اسمها صوره ايجابيه. طيب الالتزام بالمسؤوليه القانونيه، يعني ايه كلمه التزام بالمسؤوليه القانونيه؟ قال لي معناها ان انت لازم تلتزم بالقانون، لازم تمشي على القانون، اوعى تعمل حاجه مخالفه للقانون يتعمل فيك زي بلبن بالظبط. او شفت بلبن اللي حصل؟ اتقفل بسبب ايه؟ بسبب ان هو مش ماشي على القانون، قال لك ان الورق فيه مشكله او الورق ناقص، فمعنى كده ايه؟ انت مش واخد التراخيص، يبقى انت كده مش ملتزم بالقانون. يبقى انت اهم حاجه عندي ان انت لو هتفتح مشروع، هتفتح محل، تفتح اي حاجه، لازم تكون ملتزم بالايه؟ بالقانون. تحسين الاداء، كلمه تحسين الاداء معناها ان انت تهتم باداء العمال اللي عندك. انا عندي مثلا الاداء مش احسن حاجه، العمال اللي عندي مش احسن حاجه، طب تعالوا ناخد كورسات، ناخد دورات تدريبيه، يبقى انت كده بتعلي من ادائهم، بتعلي مستواهم، دي اسمها تحسين الاداء. ان هو الالتزام بالمواثيق الاخلاقيه يؤدي الى تحسين الاداء. طب عدم الالتزام بيأثر سلبي طبعا. كلمه استخدام امثل للمورد معناها ان انت المنتج بتاعك يكون جيد، ما ينفعش انتج حاجه مثلا تعبانه او حاجه بايظه. ما ينفعش مثلا انا مصنع ملابس بنتج مثلا قمصان، القمصان دي تعبانه خامتها مش كويسه، او الخياطه بتاعتها مفكوكه، او ما فيهاش زراير، لا، لازم تنتج الانتاج بتاعك يكون جيد من البدايه، انتاج كويس من البدايه. يبقى الصوره الذهنيه الايجابيه معناها ان انا واخد عنك فكره كويسه. رقم 2 مسؤوليه قانونيه، ان انت ملتزم بالقانون. رقم 3 تحسين الاداء، ان انت بتعلي من اداء العمال بتوعك. اخر واحده اسمها الاستخدام الامثل للمورد. وكده يبقى احنا خلصنا جزء الفلسفه، ندخل على المنطق. المنطق عندك من اول تعريف التجربه لحد الفصل الثاني. هنتكلم في الاول عن تعريف التجربه. يعني ايه كلمه تجربه؟ قال لي كلمه تجربه معناها اجراءات مصطنعه. دي حاجه انت اللي بتعملها، بتنزل المعمل تجيب الصوديوم تحطه على الكلور، بتعمل تجربه، بيحصل تفاعل كيميائي ما بينهم، يبقى انت عملت تجربه. هي اجراءات مصطنعه زي الصوره اللي قدامك دي، ان هو دخل المعمل جاب الصوديوم حطه على الكلور، حصل ما بينهم تفاعل كيميائي. طيب انواع التجربه، في تجربه اسمها تجربه مرتجله، في تجربه اسمها تجربه سلبيه، في تجربه اسمها تجربه علميه. مصر يعني كلمه تجربه مرتجله. يعني ايه مرتجله؟ قال لك مرتجله دي معناها ان هو جاهل ومش عارف خواص الاشياء، فهو داخل المعمل مثلا شاف مركب كيميائي قدامه على الترابيزه، ده مركب كيميائي، بس انا ما اعرفش المركب الكيميائي ده، غريب بالنسبه لي، اول مره اشوفه، فلازم تعمل تجربه. ده كلمه تجربه مرتجله، ان في حاجه غريبه، حاجه انت مش عارفها، اول مره تشوفها، بيسموها تجربه مرتجله او بيسموها تجربه اوليه. هو يجهل خواص الاشياء، هو جاهل، هو مش عارف خواص الاشياء، شفت عصير بس ما تعرفش العصير ده ايه، لونه غريب قوي بالنسبه لك، يبقى اسمها تجربه مرتجله. طب التجربه السلبيه، لا يتدخل الباحث في هذه التجربه، ما بيتدخلش خالص، امال بيعمل ايه؟ يقوم بمتابعه الطبيعه، بيلاحظ حاجه بتحصل قدامه في الطبيعه، فاسمها تجربه سلبيه عشان كده، لانه دوره سلبي، ما بيعملش اي حاجه، هو يا دوبك واقف بيتفرج. انا مثلا واقف بشوف غروب الشمس، شكل الشمس كده جميل قوي، واقف بتفرج على شكل البحر، يبقى معنى كده دي اسمها تجربه سلبيه، انت بتتفرج بس ما بتعملش حاجه. طب التجربه العلميه يلجأ اليها الباحث عندما يريد التحقق من صدق الفروض. هو امتى بيعمل تجربه علميه؟ لما يكون عايز يتاكد من حاجه معينه، دخل المعمل شاف مثلا مركب موجود قدامه على الترابيزه، هو شاكك ان ده الصوديوم، شاكك ان هو الصوديوم، شبه الصوديوم قوي، طب ما تيجي نعمل تجربه عشان نتاكد، يبقى انت هنا عايز تتاكد من فرض معين. يبقى تاني، ايه الفرق بين كلمه تجربه مرتجله؟ التجربه المرتجله هو مش عارف، كأن واحد مثلا داخل الامتحان وهو مش عارف اي حاجه خالص، مش عارف اي حاجه عن المنهج، دي اسمها تجربه مرتجله. طب هو عارف بس عايز يتاكد، دي اسمها تجربه علميه. شروط اجراء التجربه، اول شرط هو الموضوعيه. كلمه موضوعيه معناها ان انا ما عنديش مشاعر خالص. اتنين صحابي متخانقين مع بعض، ما ينفعش انحاز لواحد على حساب الطرف التاني، لازم اكون عندي موضوعيه، ان انا احكم بالعدل ما بينهم، ما عنديش مشاعر، ما تدخلش المشاعر في الموضوع. العلم ما بيعترفش بالمشاعر.
طب رقم 2 اليقظة والانتباه. وكلمة يقظة وانتباه معناه ان انت لازم تكون مركز كويس جدا وانت بتعمل تجربة، لان ممكن يحصل اي حاجة، ممكن المعمل ينفجر، ممكن حاجة بسيطة جدا تولع في الدنيا كلها. طيب رقم 3 عدم الحاق الاذى بموضوعات الملاحظة والتجربة. ما ينفعش اجيب مثلا قطة او اجيب كلب واذيها في التجربة بتاعتي، ما ينفعش اجيب انسان واذيه او اضره في التجربة بتاعتي. الحصول على الموافقة القانونية. خلي بالك ان في حاجة اسمها موافقة قانونية. لو انت هتعمل تجربة على انسان لازم تاخد موافقته الاول، لازم يمضي ان هو موافق يعمل تجربة. كلمة قانون علمي معناها تفسير النهائي، دي اخر مرحلة خالص ممكن توصل لها. بعد ما تتأكد من الفرد بيصبح قانون. اتأكدت من الفرد بتاعك هتوصل لقانون. زي الجاذبية الارضية بتاعت نيوتن كده، قانون الجاذبية الارضية بتاع نيوتن. زي قانون ارشميدس اللي اكتشف قانون الطفو، ده اسمه الوصول لقانون. عندي 2 بقى، عندي واحد اسمه جابر بن حيان، وعندي واحد اسمه الحسن ابن الهيثم. مين هو جابر بن حيان؟ هو رجل التجارب، بيحب يعمل تجارب كتير قوي، بيحب ينزل المعمل يعمل كل شويه تجربه، عشان كده سموه رجل التجارب العلميه. طب ايه الخطوات بتاعته؟ 3 خطوات. اول حاجه وضع الفرض العلمي. هنحط فرض في الاول، هنفترض حاجه معينه هتحصل. طب بعد الفرض، بعد ما تحط الفرض استنبط نتيجه وروح اعمل بعد كده تجربه. يعني ايه الكلام ده؟ بجيب فرض بستنبط نتيجه عشان اروح اعمل بعد كده تجربه. انا مثلا بفترض ان القلم ده بيكتب، مثال اهو، القلم ده بيكتب. طب ما تيجي نعمل تجربه، طب ما تيجي نجرب ونشوف هو بيكتب ولا لا. يبقى دي خطوات جابر بن حيان، هو كان بيفترض حاجه هتحصل عشان كده بيروح يعمل تجربه عليها. طيب. عندي برضو نفس الكلام الحسن بن الهيثم. حسن بن الهيثم كان بيستخدم منهج اسمه منهج الاستقراء، وده بينتقل من الجزء الى الكل او من الخاص الى العام، من حاجه صغيره لحاجه كبيره. تعال نتكلم عن الاستقراء والمنهج العلمي المعاصر. في فرق بقى بين المنهج زمان والمنهج دلوقتي. المنهج التقليدي الاول، هنتكلم عن الاستقراء التقليدي الاول وبعد كده اكلمك عن الاستقراء المعاصر. تعال بس نركز في الاول. كلمه استقراء تقليدي معناها استقراء قديم، والمنهج زمان كان اسمه منهج تجريبي. اسمه كده، اسمه منهج تجريبي. يعني ايه كلمه تجريبي؟ يعني بيعتمد على الملاحظه والايه والتجربه. لازم اعمل ملاحظه واعمل تجربه. ايه الخطوات بتاعتي؟ ملاحظه علميه، رقم 2 فرض علمي، بعمل ملاحظه بعدها على طول فرض علمي. طب رقم 3 بعمل تجربه، خطوه التجربه رقم 3. طب رقم 4 قانون. يعني انت عايز تقول لي ان انا ببدا هنا بالايه؟ بالملاحظه، ببدا هنا بخطوه الملاحظه. طيب الفرض هنا لازم يكون فرض مادي. يعني ايه فرض مادي؟ يعني فرض يشير لكيانات واقعيه محسوسه. حاجه محسوسه يعني حاجه ماديه، زي مثلا القلم اللي في ايدي ده حاجه ماديه، زي السبوره اللي انا بكتب عليها حاجه ماديه. والفرض كمان جاي من ملاحظه مباشره. حاجه ماديه يعني حاجه اقدر اشوفها بشكل مباشر، اقدر الاحظها بشكل مباشر، يبقى اسمها ملاحظه مباشره. القانون، ايه هو القانون؟ القانون لازم يكون قانون سببي او بيسموه قانون ضروري حتمي. قانون سببي يعني عايز اعرف السبب. حصل النهارده سقوط امطار، هو ايه سبب سقوط الامطار؟ حصل النهارده حادثه، هو ايه سبب الحادثه؟ حصل النهارده زلزال، هو ايه سبب الزلزال؟ ده اسمه قانون، ان انا وصلت في الاخر لسبب، وعشان كده بيسموه حتمي او ضروري. عندي بعد كده استقراء التاني اسمه استقراء معاصر، وكلمه معاصر معناها حديث او جديد، معناها استقراء جديد، استقراء حديث. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنجمع بين الاثنين، هنجمع بين الاستقراء والاستنباط، الاثنين دول في منهج واحد. فعشان كده هنا بستخدم منهج الاستقراء والاستنباط معا، الاثنين مع بعض، اكتبها لك معا، لازم استخدم الاثنين مع بعض. هناك كنت بستخدم منهج الاستقراء لوحده، هنا هستخدم الاثنين، هعمل ميكس ما بينهم، هستخدم الاستقراء والاستنباط مع بعض. طب رقم 2 ترتيب الخطوات. اول حاجه بنبدا بالفرض السوري، بعد كده بستنبط النتيجه بتاعته، بعد كده بعمل تجربه. مستر يعني انت في الاول لازم تجيب الفرض السوري، يبقى اول خطوه هنا الفرض السوري رقم 1، ان انا بجيب الفرض السوري. لو قال لك ان انا ببدا بالفرض السوري ده منهج معاصر، بعد كده بستنبط النتيجه بتاعته عشان في الاخر اعمل ملاحظه وايه وتجربه. الفرض لازم يكون فرض سوري. يعني ايه يا مستر كلمه فرض سوري؟ قال لي فرض سوري معناها فرض معنوي. كلمه سوري معناها معنوي. معنوي يعني ايه معنوي؟ حاجه مش ماديه، حاجه مش ملموسه. يعني
زي مثلا الهواء، زي مثلا الذره، زي الالكترون. الحاجات دي كلها حاجات معنويه، وياتي من نظريات وقوانين سابقه. جاي منين؟ جاي من قوانين سابقه، نظريه سابقه. اصل نيوتن زمان عمل قانون اسمه قانون الجاذبيه، فالناس قرت قوانين نيوتن واستفادت منها. ارشميدس زمان عمل قانون اسمه قوانين الطفو، فالناس زمان قرت كتب ارشميدس واستفادوا منها. يبقى جاي من نظريات وقوانين سابقه. انا بقرا حاجات سابقه عشان استفيد منها. تحقق من الفرض بطريقه غير مباشره. يعني ايه يا مستر كلمه طريقه غير مباشره؟ ان انا بعمل تجربه عن النتيجه اللازمه عنه، مش بجيب الفرض نفسه، لا انا بجيب النتيجه اللازمه عنه. اخر خطوه اسمها خطوه القانون، والقانون هنا دايما قانون وصفي احتمالي. وصفي يعني بيوصف ازاي بتحصل الظاهره. كلمه وصفي بوصف لك ازاي بتحصل الظاهره، ازاي ممكن الالكترون يدور حوالين النواه. ده اسمه وصفي اهو، بيوصف ازاي الالكترون بيدور حوالين النواه. الدرس الثاني بيتكلم عن العلاقه بين المنطق والرياضه. عملنا حاجه اسمها المنطق الرياضي. يعني في علاقه قويه جدا، بيقول لك ان في علاقه قويه جدا بين المنطق والرياضه. تعال نعرف يعني ايه كلمه النسق الرياضي. النسق الرياضي معناها بناء متكامل مترابط الاجزاء. يعني ايه بناء متكامل؟ يعني كل جزء بيكمل التاني. كاني بكلمك عن مساله بالظبط. بص كده المساله دي، يقول لك 2 زائد 2 بيساوي 4. ده بناء متكامل مترابط الاجزاء. يتكون من ايه؟ يتكون من مقدمات اللي هي 2 زائد 2 دي بسميها مقدمات. وفين النتيجه؟ تساوي 4. اهي دي النتيجه، دي كده النتيجه اللي هي كلمه بيساوي 4. يبقى معنى كده ان انا عندي مقدمات وعندي نتيجه. فالبناء الرياضي هو مجموعه من المفاهيم تسمى مقدمات، ومجموعه من النتائج بيتم استنباطها من الايه؟ من المقدمات. يبقى انا عندي مقدمات وعندي نتيجه. الرياضه هي عباره عن تحصيل حاصل. يعني ايه تحصيل حاصل؟ يعني ما فيهاش جديد، ما فيهاش اي جديد. كلمه تحصيل حاصل يعني لا يضيف جديد، ما بتضيفش حاجه جديده. ما انا قلت لي 2 زائد 2 بيساوي 4، ما هي بالظبط نفس الكلام. يعني انت ما جبتش حاجه جديده، ما جبتش حاجه زياده. تعتمد على مبدا عدم التناقض. مبدا عدم التناقض يعني ايه؟ يعني ايه كلمه مبدا عدم التناقض؟ كلمه عدم التناقض معناه ان ما ينفعش حاجتين عكس بعض. في الرياضه ما ينفعش يكون الكلام عكس بعض. اخر حاجه اللزوم المنطقي، يعني الشطر الثاني يلزم عن الشطر الايه؟ الاول. يعني النتيجه تكون جايه من المقدمات، النتيجه تكون شبه المقدمات. ده اسمه اللزوم المنطقي، ان الشطر الثاني يلزم عن الشطر الاول. كنا بنقولها قبل كده لما كنت بقول كل انسان فين؟ سقراط انسان، اذا سقراط فين؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت او نتيجه جبتها من المقدمات. النتيجه هنا جايبها من المقدمات، يبقى اسمه لزوم منطقي ان النتيجه جايه من المقدمات. دي المقدمات اهي، اللي في الاول دي اسمها مقدمات، اللي تحت دي اسمها نتيجه، فان النتيجه جايبها من المقدمات. تعالى بقى نتكلم عن المقدمات. المقدمات هي المعرفات واللا معرفات. عندي معرفات وعندي لا معرفات وعندي بديهيات وعندي مسلمات. معرفات، لا معرفات، بديهيات، مسلمات. تعال نتكلم كده عن المعرفات. بص يا يوسف، يعني ايه اصلا كلمه معرفات؟ معرفات هي مجموعه من المصطلحات. انت كده بتقرا يا يوسف. ما ينفعش الكلام ده. طيب بص، كلمه معرفات يعني حاجه انا بعرفها للطالب، يعني حاجه صعبه فانا بعرفها للطالب عشان يفهمها. تاني بص كده الكلمه دي وقول لي الكلمه دي معناها ايه. لما اقول لك كلمه غضنفر، الكلمه دي بالنسبه لك سهله ولا صعبه؟ رد عليا. صعبه، صح كده؟ فانا بقول لك الغضنفر هو ملك الغابه. خلاص انا عرفت ان الغضنفر هو الايه؟ هو الاسد. عرفت ازاي؟ لما عرفت لك الكلمه دي معناها ايه. يبقى معنى كده دي اسمها معرفات، يعني كلمه صعبه فانا بعرفها عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى سهله. عشان كده قال لك هي مجموعه من المفاهيم والمصطلحات يقوم العالم بتعريفها، هو اللي بيعرفها. ليه؟ حتى لا يحدث اي لبس او غموض، عشان ما يحصلش اي غموض في معناها. تيجي ناخد مثال كده. تعال ناخد مثال على المعرفات. المعرفات زي مثلا كلمه النقطه. يعني ايه اصلا كلمه النقطه؟ زمان ما كانوش عارفين يعني ايه نقطه. قال لك النقطه هي ليس لها اجزاء، ملهاش اي اجزاء. طب يعني ايه كلمه الخط؟ قال لي ما له طول وليس له عرض. ليه طول بس ملوش عرض. طب يعني ايه كلمه الشعاع؟
كلمة الشعاع معناه خط مستقيم له بداية وليس له نهاية. ليه بداية بس ملهوش نهاية. يبقى معنى كده ده اسمه تعريفات أو اسمها معرفات. عندي حاجة برضو اسمها اللا معرفات. يعني ايه أصلا كلمة اللا معرفات؟ قال لي هي ألفاظ واضحة بذاتها. دي حاجة واضحة جدا بيسيبها العالم بدون تعريف لكي يستخدمها في تعريف مفاهيم أخرى. دي حاجات واضحة جدا وسهلة جدا، أي حد ممكن يعرفها. زي ما أقول لك مثلا كلمة الطول. يعني ايه أصلا كلمة الطول يا يوسف؟ حاجة طويلة، صح كده؟ طب يعني ايه كلمة العرض؟ حاجة عريضة. تمام؟ طيب دي كلمة بالنسبة لك سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. دي سهلة جدا، دي اسمها لا معرفات. طالما الكلمة بالنسبة لك سهلة يبقى اسمها لا معرفات. طب لو الكلمة صعبة اسمها معرفات. الكلمة الصعبة هي المعرفات اللي انت عايز تعرفها، والكلمة السهلة اللي مش محتاجة تعريف اسمها لا معرفات. شكرا يا يوسف. نتكلم عن البديهيات. يعني ايه اصلا كلمة بديهيات؟ قال لي هي قضايا واضحة بذاتها لا تحتاج دليل او برهان. مش محتاجة دليل او برهان، مش محتاجة اثبات. زي ما اقول لك مثلا ان الشمس بتطلع الصبح، ان القمر بيجي بالليل. يا مستر ده كلام سهل قوي، مش محتاج دليل ولا برهان. زي مثلا ما اقول لك ان الاب اكبر من الابن. دي حاجة سهلة وبسيطة مش محتاجة برهان. اهو الكل اكبر من الجزء. ان الشقة اللي انا فيها دي اكبر من السبورة. اكيد طبعا يا مستر، ما الكل اكبر من الجزء. بص كده هكتب لك جنبها عامة، وكلمة عامة يعني معروفة لكل الناس. طيب امال المسلمات؟ لا، المسلمات بيسموها مصادرات، ودي حاجة خاصة. حاجة خاصة يعني ايه؟ يعني مش اي حد ممكن يعرفها. مش اي حد ممكن يعرفها، المتخصصين بس هم اللي عارفينها. قضايا يفترض الرياضي صحتها، بيفترض صحتها، يعني بيقول ان هي صح، بيصدقها يعني بدون برهان، من غير اي برهان، من غير اي اثبات. زي مثلا مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة. دي اسمها مسلمات لانها حاجة واضحة بس بالنسبة للمتخصصين، مش لاي انسان. لو جبت طفل صغير مش هيعرفها، بس لو جبت عالم رياضة هيعرف الكلام ده. يبقى دي اسمها مسلمات. زي المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان مهما امتد. تعال نتكلم بقى عن اخر حاجة، استنباط النظريات. استنبط النظريات ازاي؟ قال يضع الرياضي مقدماته اللي هي التعريفات واللامعرفات والبديهيات والمسلمات، عشان في الاخر يوصل للايه؟ للنتيجة. وصلت في الاخر للنتيجة. وصلت للنتيجة ازاي؟ لازم النتيجة تكون جاية من المقدمات. لازم النتيجة اللي انا وصلت لها تكون جاية من المقدمات، فصدق المقدمات يؤدي الى صدق الايه؟ النتيجة. كده الحمد لله احنا خلصنا منهج شهر مارس وشهر ابريل. ربنا يوفقكم في الامتحانات واشوفكم على خير.